الله يخرب بيتك، هو ده اللي حشمه؟ انت ما سمعتيش عن لبس بكم فستان فوق الركبه؟ في يا سيف بيه، قلقتني، جايبني على ملاوشي وغيرت الميعاد والمكان كده فجأة. هو أنا مطلوبة في حاجة لا سمح الله؟ عليا النعمة، أنا بقالي أكتر من 3 سنين كافية خير شر، لا بروح هنا ولا باجي هنا. انت مالك قلقتي كده ليه يا بت؟ هو انا جايلك ببوكس؟ ده انا جايلك بعربيه. هو احنا رايحين فين يا سيف بيه؟ رايحين فين؟ اشمعنى انا اللي سالتيني السؤال ده؟ ما انت طول عمرك بتركبي عربيات وما تعرفيش انت رايحه على فين. انت مع الحكومه، يعني مع الامن والامان. اطمني. وأنا تحت أمرك يا سيف بيه، وتحت أمر الأمن والأمان. تعالي يا سوسن. انت مالك خايفه كده ليه؟ انت محسساني انك اول مره تخشي ياسر. يا مصطفى. عمر يا فندم. قصب. حاضر يا فندم. فاكره يا سوسن البت زيزي صاحبتك اللي قتلت الواد القطري اللي كانت ماشيه معاه وخدت تأبيد؟ فاكره لما جابت سيرتك في التحقيقات وانا اللي خرجتك منها؟ قطعت، لا كانت صاحبتي ولا أعرفها، منها لله، دي كانت بتتبلى عليا. بس انا عملت معاكي الواجب ولا ما عملتش؟ ربنا يخليك يا سيف بيه، طول عمرك صاحب واجب. فاكره يا سوسن البت ماجده صاحبتك اللي قلبت الراجل الاعمال دي وسرقت منه 100,000 جنيه وساعه الماظ؟ البت اللي جبناها من عندك في البيت. ما انت عارف يا سيف بيه، انا كنت مظلوم، ولا كان ليا دعوه بالحكايه دي من اولها. بس انا عملت معاكي الواجب ولا ما عملتش؟ عملت يا سيف بيه، جميل في رقبتي عمري ما هنساهولك. عد الجمال يا سوسن، عد الجمال. اؤمر يا سيف بيه. لما واد صايع يسرق هدوم حريمي غاليه جدا كلها مستورده من بره، يعمل بيها ايه؟ هياخدها يبيعها. احتمال وارد، او يهدي بيها واحده صاحبته. جايز، كل شيء ممكن. بص يا سوسن، ده اللبس. اللبس ده مش اي حد يلبسه. اللبس ده بتاع مين؟ ده شكله غالي قوي. ومين اللي لابساها دي؟ مش مهم مين اللي كانت لابساه، المهم مين اللي لابساه دلوقتي. ما هو اللي لابسه اللبس ده دلوقتي يا سوسن حاجه من الاتنين، يا اما اشتريته فتقول لنا اشتريته منين، يا اما جالها هديه فتقول لنا على البحبوح اللي جاب لها الحاجات الحلوه دي. طب وانا دي اعرفها ازاي يا سيف بيه؟ جرى ايه روح امك، انت هتستعبطي؟ ده انت مصر كلها حبايبي، هي في واحده بتنزل شارع الهرم ما تعرفيهاش؟ يعني لو واحده معفنه رايحه جايه كل يوم بنفس الطقم وفجاه ظهر عليها العز، انت كست مش هتعرفي؟ مش شرط اعرفها يا سيف بيه. صح، مش شرط، بس اكيد تعرفي واحده تعرفها. انا عايزك يا سوسن تلف على حبايبك وتجيبي لي قرار الموضوع ده، وانا مش هسيبك، هبقى معاكي على طول. اهو فرصه نسهر شويه، بقالنا كتير ما سهرناش. القضيه دي يا سوسن انا لازم اجيبها، وما عنديش حاجه اجري وراها غير شويه الصور دي. همتك معايا.